الحرمين الشريفين. طبعا هو حفل وافتتاح رائع ان شاء الله تعالى، متوقع. حقيقه هذه هديه يعني من والدنا لابنائه، شيء مستغرب اللي تقدمه دولتنا الله يحفظها، والاشياء من مشاريع كثيره الحمد لله. هي اليوم حفل نعتبره حفل، يعني ما في خاسر اليوم، الكل فايز ان شاء الله. طبعا بالتشرف على الوالد، السلام على الوالد، ما بين الشباب وما بين الاهلي. انا اقول هي احتفاليه، ليس هناك خاسر. هي 3 بطولات في بطولة واحدة، كيف حضرتوا لها؟ والله طبعا ما في شك، دائما الفريق الكبير دائما يعني في هالمناسبات بالذات، الشباب فريق كبير تعود على هذه المناسبات، ما في شك. الرقم الاول السلام على الوالد، ثاني شيء طبعا المباراة، ثاني شيء المكان الرائع الحقيقة احنا نفتخر فيه كشباب هذا الوطن. الحمد لله ان شاء الله تعالى نتوج يعني ان شاء الله فرحتنا بمشيئة الله بالسلام، ومن ثم الكاس ان شاء الله عشان نمتلكه ان شاء الله تعالى. انتم البارح تواجدتوا على ارضية الملعب لاجراء تمرين، الاجواء اليوم مختلفة بالجماهير؟ ما في شك طبعا، هو في مناحي المكان وليس المنشأة، لكن الجنة من غير ناس ما تنقل. لا ما في شك طبعا، هي بمناحياها، فالوجوه الطيبة اللي في الملعب يعني حقيقة هم وقود المباراة هذه باذن الله. نتمنى ان شاء الله تعالى نقدم مباراة تليق بنا كنادي الشباب وشقيق النادي الاهلي، الكل يستمتع بختام رائع، ونتمنى التوفيق ان شاء الله تعالى لنا كشبابين ان شاء الله تعالى. سؤالي الاخير لك، احنا اعتدنا دائما في تغطيات الميدان نشاهد الحماس على اللاعبين، واحنا اليوم نشاهد الحماس على بعض الاداريين. لا هو شوف، ما في الحماس حتى موجود عند كل شخص، عرفت كيف؟ لكن انا بقول لك حاجه واحده، احنا في نادي الشباب مش فريق اول مره يلعب على نهائي او حماس او عدم حماس. هو طول العمر هي هم، لما يكون كان هم ومسؤوليه رجل او اداري او ايا كان في العضو من الفريق، هذا شيء طبيعي انه يكون حماسه يعني يرد الفعل لابناء المتواجدين، هذا شيء طبيعي. انا ما شفنا شيء، نادي الشباب نادي كبير مو اول مره يلعب النهائي عشان يكون في حماس اوفر. نتمنى لكم بالتوفيق، وان شاء الله نكون مهرجان ومباراه تليق ان شاء الله بالحدث. الله يرحم والديك، شكرا يا حبيبي، شكرا للاستاذ الكريم. مباشره مع زميلي عبد الله العضيبي وضيف اخر من جانب نادي الشباب. تفضل عبد الله. اليوم الاهلاويين ما حد دخل للحين، احنا قاعدين نشوف الشبابيين، امس حتى تمارين الشباب كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور حتى الفيديو، انت شخصيا اللاعبين في اهتمام بالجوهره بالملعب بكل تاكيد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد لك الشكر انه الشباب احد اطراف هذا النهائي العظيم. هذه هديه خادم الحرمين الشريفين لابناء جده وللمملكه العربيه السعوديه، ابناء المملكه العربيه السعوديه بشكل عام. الأهم من هذا كله أنه الشباب بمشيئة الله جاي هنا وبيحقق أولويات بمشيئة الله، هذا هدفه. لا ننسى كذلك أنه من الأولويات اللي حققها الشباب اليوم أنه وليد عبد الله أول لاعب سعودي يدخل في مباراة رسمية، وهذا الشيء نسجلها للأولويات اللي حدثت أمس. عن المباراة ايش ممكن تقول؟ مباراة جميلة، مباراة جميلة، مباراة أنا أشوفها من وجهة نظري أنها مباراة قوية جدا. لاعبين الشباب، اسمع الصوت هذا يحفزهم أكثر من أنه يعني يحط يعني من عزيمتهم. أنا بالنسبة لي الشباب سبق أنه تعود كثير على الضغط الجماهيري الكبير هذا، متفائل بشكل لا يوصف. أرى المباراة هي الشباب أقرب بكل تأكيد، ولكن وش الخوف انه يعني يحدث مثل ما حدث مع بعض الانديه، مثل ما حدث مع النهضه ومع الشعله، هذا اللي يخوفنا. حدث ايش؟ ارهاق، خساره بس. وهي مباراه كؤوس دائما لا تعترف بالفوارق الفنيه اللي تصب في صالح الشباب بكل تاكيد. مباراه اهداف كثيره ولا هدف؟ لا ما انا من وجهه نظري ابدا، لكن هي تعتمد على نتيجه الشوط الاول، من يسجل سينتصر، هذا راينا. شكرا طارق. يا هلا وسهلا. يعطيك العافيه. شكرا طارق النوفل. كنا نتمنى ان يكون الصوت الاهلاوي موجود، ولكن حتى الان لاعبي الاهلي اداره الاهلي كلها في غرفه الملابس. من جديد رجل الله، تفضل رجل الله. شكرا.